اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو موضوع متداول، وعينا منه لا في جميع التواصل الاجتماعي ولا في الصحف. لا الصحف الجزائرية ولا الصحف المغربية ولا هذوك المنجمين، كما يقول المثل كذب المنجمون ولو صدقوا، بأن الحرب ستقع. الجزائر تريد الحرب والمغرب لا يريد الحرب. المغرب يريد الحرب والجزائر لا تريد الحرب. ومناوشات تمت في الجزائر على حساب المغرب لإخافتها، والمغرب قام بمناوشات ومناورات لإخافة الجزائر. كفانا والله كفانا من هذه الترهات. فالحرب لن تقع بين الجزائر والمغرب، والدليل الجزائر والمغرب دولتان مسلمتان متجاورتان ضعيفتان اقتصاديا وسياسيا، وحتى واحد ما تيديهاش فيهم، لا في أوروبا ولا في العالم كامل، حتى واحد ما تيديها في الجزائريين ولا المواطنين المغاربة. صدق أو لا تصدق، فهم محقورين إلى حد الحقرة. لا لا موضع لهم على أقطار الدول الغربية أو الدول الأوروبية. ولهذا ليس من مصلحة الجزائر والمغرب آه، أن تقع الحرب. فإن وقعت الحرب ستقع الصدمة عليهم. مشاو فيها ستقع الصدمة عليهم. غادي تنزل إسبانيا، ما والله ما نعرف اش غادي تعاون، واش الجزائر ولا غادي تعاون المغرب. غادي تنزل الامريكان، غادي تعاون المغرب ما غتعاونش الجزائر. غتنزل روسيا غادي تعاون الجزائر ما غادي تعاونش المغرب. غادي تنزل تركيا. آه مشكلة واخا انها دايرة علاقة كبيرة مع الجزائر، ما غادي تشد الحياد. واش غادي تنزل فلسطين هي اللي غادي تنصف بيناتنا؟ فلسطين حنا تنعاونوها. شكون غادي ينزل؟ إسرائيل كاع الدول مطبعة معاها وتابعة تبع أمريكان. إذا ليس من مصلحة هذين الشعبين أن يقع في كارثة، في حرب. ومن ثم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.